عواصف رعدية وهبات رياح قوية، احتمال لزخات مطرية متفرقة، رياح قد تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات الخليج العربي لليومين القادمين، يومي الجمعة وكذلك السبت، على دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان وكذلك السعودية. دون إطالة، تابعوا التفاصيل لنهاية الإحاطة بجميع معطيات الطقس. بداية من صبيحة يوم الغد، الأجواء الصافية على دولة الكويت، ذلك على دولة البحرين وقطر، إضافة إلى الإمارات وأيضا دولة عمان، عدا بعض السحب التي تميز سواحل الحلف بدولة عمان، كذلك بعض السحب التي تميز أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية كمناطق خميس مشيط، واحتمال أيضا نجران، وكذلك مناطق جيزان، وأيضا مناطق كالباحة. أجواء صافية بباقي أجزاء المملكة العربية السعودية كمناطق سكاكا والعيساوية وأيضا الرياض والمدينة ومكة ومدينتي الملك فهد وكذلك مدينتي الملك خالد. إلى ظهيرة يوم الغد الجمعة إذن الصفاء يبقى يسيطر على الإمارات، البحرين وكذلك قطر، إضافة إلى الكويت وأيضا دولة عمان. إذن عودة الصفاء على كافة أرجاء دولة عمان. أجواء صافية أيضا على مناطق المملكة العربية السعودية، عدا بعض السحب التي ستتشكل على مرتفعات أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مناطق كسكاكا والعيسوية بعد السحب العابرة دون فعالية، احتمال أن تمتد إلى لغاية مناطق العقبة بالمملكة العربية السعودية. إلى أمسية يوم الجمعة إذن أجواء غائمة شمال المملكة العربية السعودية كمناطق عرعر، وقد تمتد إلى غاية مناطق سكاكا والعيسوية وأيضا مناطق تبوك، احتمال تكونت خلايا رعدية على جنوب غرب المملكة العربية السعودية كمرتفعات أبها وكذلك الطائف، إضافة إلى خميس مشيط ونجران وأيضا مرتفعات الباحة. أيضا خلايا رعدية قد تعطي زخات مطرية متفرقة تكون جد محلية وتمس مناطق دون أخرى. الصفاء يسيطر على باقي أجزاء المملكة العربية السعودية وأيضا على مناطق كالإمارات، عمان وأيضا الدوحة بقطر وكافة أرجاء البحرين وأيضا دولة الكويت. ليلة الجمعة إذن الصفاء يبقى مستمر على مناطق الكويت والبحرين وقطر، الإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان، وسط وجنوب المملكة العربية السعودية، عدا بعض السحب العابرة على مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية وأيضا الشمال، خاصة مناطق عرعر، واحتمال تمتد إلى غاية مناطق رفحاء، كذلك احتمال تمتد إلى غاية شمال حائل وأيضا مناطق من سكاكا والعيساوية. إذن أجواء غائمة تقريبا ليلة يوم الجمعة. باقي أجزاء المملكة العربية السعودية تبقى بها الأجواء الصافية. خلال صبيحة السبت أجواء صافية على دولة الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وأيضا عمان، مناطق المملكة العربية السعودية، عدا بعض السحب العابرة تميز مناطق كعرعر وأيضا رفحاء والقيسومة تكون دون فعالية. إلى ظهيرة يوم السبت الصفاء يعود على مناطق عرعر وكذلك سكاكا والعيساوية، بعض السحب العابرة تبقى تميز كمناطق قيسومة وأيضا مدينة الملك خالد وأيضا مناطق من رفحاء. أجواء غائمة تقريبا على دولة الكويت. أجواء صافية بالبحرين وقطر، الإمارات العربية المتحدة وأيضا دولة عمان، باقي أجزاء المملكة العربية السعودية. إلى أمسية السبت إذن دائما احتمال تكونات خلايا رعدية أقصى جنوب غرب المملكة العربية السعودية كمناطق نجران وأيضا مناطق خميس مشيط، إذن احتمال لزخات مطرية متفرقة وضعيفة. هذه المرة دولة الكويت ستشهد أجواء غائمة خاصة المناطق الشمالية والوسطى. أجواء صافية على مناطق البحرين وقطر، الإمارات العربية المتحدة وأيضا عمان وكذلك باقي أجزاء المملكة العربية السعودية. عدا بعض السحب تكون أجواء شبه مغشاة مناطق مدينة الملك خالد وأيضا بالرياض وبريدة وأيضا أم الجماجم وعفيف، وكذلك مناطق احتمال من العلا وأيضا الوجه والبدع بسواحل البحر الأحمر. إذن ليلة السبت الصفاء يعود ويسيطر على مناطق البحرين وقطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان، جنوب المملكة العربية السعودية وغربها، تقريبا أجواء شبه مغشاة بدولة الكويت وأيضا شمال شرق المملكة العربية السعودية كمناطق الخفجي وحفر الباطن، كذلك مناطق رفحاء والقيسومة وأيضا على مناطق عرعر وأيضا مناطق رفحاء والرياض. إليكم مشاهدينا الأعزاء توقعات درجات الحرارة، هبات الرياح والملاحة والصيد البحري.
إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة الجوية، نتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو ومشاركة النشرة مع الأصدقاء لتعم الفائدة، وذكر الوضعية الجوية في مناطقكم من خلال التعليقات. نلتقي في التحديثات القادمة والنشرات القادمة بحول الله تعالى.